امه طلعت سفاحه زيه. بعد ما خلص معلمي على فاديه وسواق التوك توك دفنهم في اجواء شتويه. مارس 1990 بنشوف معلمي واحده بتحبس ابنها في قفص فراخ حديدي، وده عشان اخد سندوتش من عربيه الكبده بتاعتها. وغالبا معلمي الست دي ام جابر. فاكر معلمي عملت ايه في الحلقه اللي فاتت؟ معلمي جابر راح المصنع ولقى عم صادق الراجل الكبير اللي هو معلمي خلص على بنته بيعيط. فجابر معلمي اللي هو يوسف بيطمن يعني ويساله عملته ايه. وطبعا معلمي جابر بيقلقه من حاجات محضر التغير، وبيقول له معلمي لو احتجت فلوس قول لي يعني ده انا زي ابنك. ما احنا عارفين. المعلم اللي ظبط راح لمعتز زميله بيقول له تعالى بسرعه احتمال نكون لقينا جثه هاله صاحبه زينه. وجابر معلم بيقلب في الاخبار ويعرف انهم لقوا جثتها فعلا، وبيحكي زينه صاحبتها معلم اللي بتفتكر بفلاش باك يناير 2018. وزينه معلم بتكلم جابر تقول له ان هاله قعدت تقول ان بطنها بتتقطع وبعدها قعدت تخبط راسها في الكومودين وفرفرت خالص. قال لها حطها في الشنطه اللي معاكي بسرعه وخد الفلوس اللي معاها عشان هنحتاجها وخرجي بيها بره الفندق وهي معاكي في الشنطه بسرعه. وفعلا معلم للاسف عملت كده. لو تاخدي بالك يا عزيزتي صاحبه عمرها خدي بالك المهم معلم هو بيتسال اخت زينه اللي مفهمه ان هو اسمه محي بتجيله وتعارك معاه وتنكد عليه. بلاش يا بنت بدل ما يخلص عليك. المهم معلم ياكل عليها بكلمتين ويصالحها. وبعد كده معلم ام جابر بتسال على فاديه هي فين، وصاحبه فاديه بتقول لها اذا كان اهلها مش عارفين انا اللي اعرف. فبتكلم جابر تساله عنها فبيقول ما اعرفش بس انا سمعت انها ماشيه مع جمال السواق اللي كان معاه معلمي في الحلقه الاولى. هو بينقل الثلاجه اللي فيها مراته الحامل اللي خلص عليها. لو مش فاهم معلمي فالملخصات موجوده هنا اخش اتفرج عليها يا معلمي. المهم معلمي امه سالته ده فلوسها ولا لا، فبيقول لها لما نتقابل نتكلم. الباب بعدها بيخبط يا معلمي وبيلاقوا امين شرطه وعاوز جابر يا معلمي اللي هو محي ومراته في الاسم. ونعرف يا معلمي من الظابط ان هو عارف المعمل الجنائي ان الدم اللي كان في الاوضه مطابق للجثه اللي هو في الصحراء. الجثه دي جثه هاله، والمعمل الجنائي بيقول انها اتنقلت في صندوق يعني الشنطه اللي زينه خدتها فيها. وبيستجوب باخت زينه وامها وابوها وبعدها بيستجوب جابر. بعد التحقيق معلمي جابر بيسال الظابط عن صوره ابنه وبيقول له ابنك بقى ده عنده كام سنه. فالظابط بيتخنق وبيقول له ممكن تتفضل دلوقتي. والمحامي بينخرب ورا جابر وبيقول ده كل اللي حواليه بيختفوا بقى اكيد الراجل ده وراه لغز. وبعد ما معلمي جابر بيلاقي اخبار عن الحاج سيد الطويل فبيروح له في اول زياره في السجن. والحاج سيد بيقول له ما حدش واقف معايا غيرك دمر مرمطك يا. بيقول للمحامي انا عايز اكتب المصنع لاختي واولادها الخال والد وانا ما عنديش عيال. فجابر بيوصله شجرا كده الكلام طبعا مش عاجبه. بعدها معلمي زينب بتتصل بمامتها اللي بتقول لها يا هلا مش كانت معاكي ازاي لقوها كده. وزينب بتتلخبط يا معلمي وامها بتشك. بعدها معلمي الظابط بيقول ان في محامي عامل بلاغ عن اختفاء البنت في نفس الدايره وانه عاوز المحامي ده وعاوز ابو البنت اللي اختفت. بعدها معلمي ام جابر بتقع على الارض وتفتكر اللي فات ساعه ما كانت بتخلص على ابو جابر. وبنكتشف معلمي ان جابر شافها وهو طفل. وبكده معلمي عرفنا ان ليه جابر عنده عقده وهو صغير وبسبب مين. خلينا متفقين كده معلمي ان مفيش مبرر لسفاح. وما تنساش يا معلمي تبص على الملخصات اللي فاتت وتتفرج على اللي جاي يا معلمي. ولو عايز نعمل حلقه معلمي عن الحلقات اللي بعدها قول لي في الكومنتات برضه. يوم سلام.